يا اخي الزملكاويه زعلهم وحش يا اخي. بدأ اعلاني. بالله عليكم ما صعب عليكم جمال الاعلان وهو بيتمسح. عربيه اسعاف ايه وبتاع ايه وبتنجان ايه؟ يا جماعه ما تكبروا بقى. ما تكبروا بقى يا جماعه، مع عربيه الاسعاف كلها كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزيزي الاهلاوي. يلا يا عم. يلا بينا نخش على اخبار النادي الاهلي. سيتم منح النادي الاهلي حريه قيد اي عدد من اللاعبين الاجانب خلال فتره كاس العالم، ودي حاجه كلنا كنا مستنيينها. مفيش جديد في تجديد رامي ربيعه. اخر عرض الاهلي بعته من 10 ايام، لا اللاعب رد على النادي باه او لا، ولا النادي عبره. يا اهلا بالرحيل. محمود حسن تريزيجيه شارك مع فريقه قبل نهائي كاس امير قطر، وبالتالي واللهم لك الحمد اللعيب وصل لنهائي كاس امير قطر، واخر مباراه هيشارك فيها اللي هي نهائي كاس امير قطر يوم 24/5 اللي احنا فيه ده. وبالتالي اي يوم بعد يوم 24 والمتوقع 25 او 26 مايو يشارك محمود حسن تريزيجيه مع النادي الاهلي في اولى تدريباته. خوسيه ريفيرو هيشارك مع النادي الاهلي. اول مبارياته اللي هيشارك فيها او هيقود الفريق فيها مباراه باتشوكا الوديه اللي هتتلعب في امريكا يوم 8 مايو الساعة 12 بالليل بتوقيت القاهرة والساعة 5 العصر بتوقيت أمريكا. وأخيرا وليس آخرا كريم فؤاد يشارك في التدريبات بشكل مبدئي، وواحدة واحدة إن شاء الله هيرجع، وإحنا فعلا بحاجة إلى كريم فؤاد، فالحمد لله على السلامة يا أسد. حمزة علاء يشكر نادي الزمالك على محاولة التفاوض والتعاقد معه، لكن اللاعب يريد الاحتراف، فتعبناكم معانا شوية معلش. النينجا حسين الشحات يتلقى عرضين، واحد من الدوري القطري وواحد من الدوري الإماراتي. مع تخمة اللعيبة اللي بتلعب في مكانه في احتمالية كبيرة جدا ان هو يرحل على النادي الأهلي، وانا لا اعتقد ان هو قبل كأس العالم، فغالبا ممكن نقول الوداع لحسين الشحات. سبب تأخر تعيين خوسيه ريفيرو للنادي الأهلي لحد دلوقتي إن في واحد من الجهاز المعاون الأجنبي لسه ما كملش، فبالتالي الأهلي يقرر استكمال عماد النحاس لنهاية الدوري، مش معنويا لكن لعدم جاهزية الجهاز أو اكتمال عدد الجهاز الأجنبي اللي جاي مع خوسيه ريفيرو. فريق زد يطلب استعارة عمر الساعي وخالد عبد الفتاح قريب جدا من البنك الأهلي. أيوة بقى يا أهلي، نضف بقى نضف بقى. تم الاتفاق على بداية الدوري 15/8 على أن ينتهي في شهر مايو 2026. ابقى قابلني. تعال الخبر ده يهمك. لاعبي النادي الأهلي أتموا تصوير سيشن كأس العالم، وزيزو ليس من بينهم. هتقولي ليه يا عم؟ هما ما صوروش ليه؟ زيزو اتصور لوحده. نادي الأسيوطي يجهز ملفا كاملا للتصعيد بشأن أزمة مباراة القمة إلى المنظمة الدولية كاس. وآخرا وليس أخيرا، عمرو السولية بنسبة 80% على رأي إبراهيم فايق حطه على الشاحن إلى السواحلي الليبي. وبس كده، حبيت ان انا اعمل لك حلقة بسيطة جميلة لذيذة. السلام عليكم.